زكريا منو دكتور؟ هذا نوع من أنواع التفكير اللي موجود، يصدمك بأنه تفكير مغاير عن الشيء اللي تفكر عن الإنسان الأفريقي، إنه فقير ومحتاج وطمعان بفلوس وطمعان بكذا. هذا زكريا رحنا نزور واحد من آبارنا وذكروا لنا الأخوة في المكتب أن هذا الشخص هو اللي أعطانا الأرض اللي نحفر فيها البير من ممتلكاته الخاصة، من منطقة غالية لأنها قريبة من العاصمة، لكن الأحياء اللي حولها فقيرة، لكن الأرض هذه غالية. فشكرته، قلت له السلام عليكم زكريا، مشكور، جزاك الله خير، أنت شاركت معنا في هالبير أنك تعطينا أرضك، وأنا بشرك أن شاركوا في هالبير 111,000 متبرع من 58 دولة بالعالم. قال الله أكبر، 111، لو كل واحد منهم ساهم درهمين أو 3 ممكن نبني في هذه الأرض مدارس وجامعة، ابتدائي متوسط وثانوي وجامعة. قلت له ليش شنو الأرض هذه؟ يقول هذه الأرض ملكي، ورثتها عن أبي من 30 سنة، وأتوقع من الله سبحانه وتعالى أن يسخر لي من يبني هذه الأرض مدارس يتعلم فيها أهل المناطق اللي حولنا. قلت له وأنت مدام عندك هالأرض ليش ما تبيعها؟ تقول يا أخي أنا أسكن في غرفة واحدة، وهذه الأرض لو أبيعها اشتري عمائر، لكن أعلم أن هذه العمائر لن تلحقني في القبر، وأعلم أن هذا القبر هو أول منزل سأسكنه حقيقي. هذا المنزل اللي أنا فيه ليس منزل، هو منزل مؤقت، هي مزرعة، هذه الدنيا مزرعة. أول منزل حقيقي سأسكنه هو القبر، فأريد أن يفسح لي في هذا القبر وأن أرى مكاني من الجنة، لأن هذه العمائر لن تدخل معي في هذا القبر. توقعنا أنه يبالغ. رحنا زرنا بغرفته، ولا غرفته تقريبا 4x4، زاوية فيها فراشة، زاوية فيها مصلى، وزاوية الله يكرمكم الحمام، وزاوية المدخل، وحاط له عشة برا الغرفة يقعد فيها بالنهار. قيمنا الأرض مالته، تقريبا كانت 20,000 متر مربع، قيمتها مليار فرنك سيفة، اللي هو يعادل 600,000 دينار. ما شاء الله. صدمنا زكريا أول شيء في مفهومه للحياة. يقول الناس يقولون عني مجنون، وأنا لست مجنون، أنا أعقل منهم، أنا أفهم، هم لا يفهمون، هم يريدون العاجلة وأنا أريد الآخرة. كلام كان يعني بالعظم يعطينا. كنا الله سايقنا لهالمكان في دولة مالي في أقصى غرب أفريقيا، ونروح على العاصمة مسافة حتى نقابل هالشخص اللي يعطينا الرسائل اللي أنا الآن أنقلها لكم. إن شلون هالإنسان تحت الدنيا وتحت 600,000 دينار وعايش بهالغرفة. إحنا ندعي إن إحنا زهاد في هالدنيا، لكن لا، هذا زكريا فاقنا بعشرات المرات وفهم الحياة عدل. ويقول أتوقع من الله أن يسخر وأن هذه المباني تنبني، وإن شاء الله تكون تعلم الناس الخير.